ولا انت باصص فين يا قل؟ معلش بس كنت سرحان كده. انت جاي منين يا قل؟ ولا حدفك علينا هنا؟ انا جاي من عزبة الطموح وبدور على الشغف. هو قال لك فين؟ هو تاني يمين بعد تالت شمال من بركة السبع. بس شكلك ناشف يعني سامع ما بلكش. انت معاك واسطه؟ لا. ابوك غني؟ حداكوا ارض؟ لا. تعليم عالي؟ طب تعليم واطي؟ لا. معاك سي في؟ طب حطه. تعرف تغني؟ عندك موهبه؟ حرنجي؟ ما انت قاعد بتعمل ايه؟ انا مستني الفرج. يا عم استنى يا عم، انت هتسيبني كده؟ مفيش حد هنا يفكني يا ابني، تعالى. ده حضرتك سألتي أصعب سؤال في الفلسفة كلها. يجب أن يعرف الإنسان نفسه عن طريق نفسه وبعدين عن طريق الآخرين. من كل اللي أنا كتبته ومن كل اللي أنا قريته، يعني ما عنديش إحساس قوي إني عرفت كثيرا عن نفسي أو عرفت كثيرا عن الآخرين. وقف لي كده يا ابني الدراما دي. انا يوسف، شاب مصري عشريني عادي، بدرس بدرس. طول عيني والله يا جماعة، طول عيني. طول حياتي عايش عادي في المسار اللي بيعيشه معظم الناس. هتلعب في الشارع وتصعد مع اصحابك وانت صغير، تجرب في اعدادي، كنت في ثانوي، تتخرج من الجامعة، تخلص خدمة وتخش سوق العمل لحد ما تعرف تكون نفسك، تتجوز وتخلف واخيرا تموت. ده بحياتي يا عين. وانا في طريقي عشان احقق السكريبت اللي انا قلته فوق ده، مريت بشويه حاجات كده خلوني احس ان انا مش لازم اعيش زي ما الناس بتقول لي اصلا. وقبل ما ارفضه اصلا المسار ده اتغير. ما عادش في حاجه اسمها كليات قمه. اولا لسوء جوده التعليم في فرنسا. ثانيا ان سوق العمل طالب مهارات مش بنتعلمها في الكليه اصلا. شغلانات ما كانتش موجوده من 10 سنين حتى، وارقام بتدفع الناس كانت بتاخدها في شهور. طبعا الناس اللي ادركوا الموضوع ده في الاول هم اكتر ناس استفادوا. كمان بعد كورونا الشغل بقى على النت. ناس كتيره قوي خسرت شغلها، وناس قيمتها قلت سيكا. الشغل بقى على النت والسوشيال ميديا بقت هي الاساس. اي حد بيشتغل لازم يسوق لنفسه من على النت. اي حد بيدرس عاد بيحاول ان هو يصرف نفسه في شغل على النت. وكل ده قبل ما المسار اللي انا بقول لك عليه الجديد ده يتغير ويبقى قديم. 2023 نقلة تانية اسمها الذكاء الاصطناعي. المشكلة الناس في الأول كانت بتعامله زي جوجل كده وأكنه محرك بحث. ما كانوش يعرفوا إن بعد 3 سنين هيبدل كل اللي بيضحكوا عليه. بعيدا عن إن إحنا ما عدناش بنفرق الحاجة دي AI ولا حقيقة، بس هو قعد بيعمل حاجات كتيرة قوي فعلا احتمال يقعد ناس كتيرة قوي في البيت الفترة الجاية. وهو ده بقى حديث العصر اللي احنا فيه، والناس كتيرة قوي خايفة منه. ثانية، هو احنا ايه اللي جابنا؟ كل انسان لازم يقعد مع نفسه في لحظه، لازم يجي له حاله خلع كده من كل العالم والهو والدوشه دي، ويخش ويقفل على نفسه الباب. مفيش شغف. ما اظنش جدي وجدك يعرفوا الكلمه دي، ولو سمعوها تقريبا هيفتكروا حد ألدغ في الراء يعني. ولكن يا جدي دي حاجه دلوقتي الناس بتسعى ليها حتى لو لاذقين في الراء. في مصر اللعبه متصممه ان انت تمشي في طريق مجبور عليه. لازم شهاده عشان برستيج المجتمع، حتى لو الشهاده دي ملهاش علاقه بالحاجه اللي انت بتحبها، ولا حتى لو هتوفر لك عيشه كريمه. انت طول الوقت مسير مش مخير. فبيبتدي الصراع جواك بين استقرار مزيف وشهاده وراتب مش بيكفي لاخر الشهر، او ان انت تعمل حاجه بتحبها وتاخد الريسك. ناخد مثال شخصي شويه. انا دخلت كليه حلم ملايين، هي الطب. اول ما دخلتها البرواز الجميل اللي كان موجود حرفيا اتدشدش، اتدعك، اتمحى. لقيت نفسي في كليه سنينها طويله جدا، دراستها قديمه، وبجد بجد 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 الطب في مصر كارثه كارثه يا جماعه والله العظيم. ان راتب الدكتور حديث التخرج 8000 يعني تقريبا 150 دولار. ده يومين ديليفري بره مصر. في الوقت اللي اصحابك هيبداوا حياتهم فيه قبلك ويتخرجوا قبلك ويشتغلوا قبلك، انت هتبقى محبوس بين الكتب والامتحانات عشان لقب المجتمع شايفه غالي جدا، بس في الحقيقه انه بيجي على حساب عمرك ونفسيتك، وفي الاخر ما بتتقدرش يعني. بعد 3 شهور قررت ان انا احول. طبعا مش محتاج اقول ان انا عرفت اقنعهم يعني، بس لانهم سالوني سؤال ما عرفتش اجاوب عليه. صعب تقنعهم بحلم وهم شايفين حاجه مضمونه قدامهم، حتى لو المضمون ده بياكل روحك من جوه. وخلصت سنه اولى، نجحت بالعافيه، مش لاني فاشل بس لاني مش حابب المكان اللي انا فيه، مش عارف ادي فيه. عدت الاجازه برضو ما عرفتش احول، رجعت تاني لنفس الطريق، ناجح على الورق بس تايه في الحقيقه.
مع دخول سنة تانية بدأت أقتنع إن ده بقى الطريق الصح بقى، وإن أنا لازم أمسك فيه والشغل ده، وقررت إن أنا أقبل استقرار مزيف. بس برضه كان في حتة كده مش، قررت إن أنا أعمل حاجة بحبها عشان حتى أعرف آخد نفسي شوية. وهنا بيجي فخ كلنا بنقع فيه، إنك بتبقى عايز تبدأ وإنت جاهز 100%، مستني الظروف المثالية، مستني الإمكانيات، مستني المعدات، مستني فاهم الشركه اللي هتيجي تقول لك خد يا ابني اعمل البرنامج بتاعك، احنا بجد بجد مش عارفين انت عايشين من غيرك ازاي. انت فاضي ولا وقت هيجي وانت رايق. انت لازم تخلق الفرصه وسط المعمعه، لان مفيش حد هيديك فرصتك كده كده. قررت ان انا هرجع اليوتيوب في شهر 9 اللي فات. ما كانش معايا غير الموبايل اللي بصور بيه ده، لا مايك ولا اضاءه ولا حتى مكان اصور فيه ولا حتى المحتوى، كنتش عارف اعمل ايه. بس كان في دماغي فكره فيديو عن ازمه ما بعد الثانويه العامه. دي حاجه كنت حاسس ان انا بمر بيها وكنت عايز اتكلم عنها. احكي لكم بقى قصه الفيديو ده. ساعتها كنت حاجز كورس اسعافات اوليه، تمام. جه ميعاده وانا بعمل الفيديو ده، وكنت عايز اصور مع الناس في الشارع. قلت طب ما اصور مع الناس اللي في الكورس ده، اكيد هيبقوا حتى اسهل في الظهور قدام الكاميرا او الكلام يعني. بجد 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 فاكر لحظه التوتر وانا رايح اسالهم كده وان هم يظهروا معايا في الفيديو، بجد بجد. بس جس وات، الناس وافقت عادي، واللي رفض حتى رفض باحترام يعني. كده كان معايا المحتوى والناس اللي هتعمل، ناقص بس مايك وهصور بالتليفون، والمكان هنصور هناك. كان ناقصني مايك بس استلفته من صاحب ايجنسي مقابل ان انا صورت له ريل يعني. ودي بقى كانت بدايه العفرطه بقى، ان انا احاول اطلع اول فيديو ليا عن النور بقى. وفي العشرينات احنا بنبقى عاملين شبه اللي بيحاول يبني مركب وهو في البحر، بيغلط وبيجرب وبيعدل وهو في الميه اصلا في وسط مش محتاجة حاجة يعني. نزلت الفيديو الحمد لله، وكنت ناوي ان انا اكمل بقى واعمل فيديوهات وثائقيه وكده. بس للاسف يعني الامكانيات ما سعفتنيش خالص، والدراسه سحلتني كمان، لان كانت الترم الاول بدا وغبت 3 شهور بحالهم. بعدها نزلت فيديو ما كنتش راضي عنه قوي، وهو ما جابش اي فيوز ولا حتى اللي قبله يعني. بس على الاقل اللي قبله كنت راضي عنه شويه. بدات بقى انزل حاجات على تيك توك، لان كان صعب قوي ان انا اصور فيديوهات وافكار يوتيوب بسبب الترم الاولاني والدراسه وكده، وجابت فيوز شويه. بس حسيت ان الحاجات اللي انا كنت بعملها هناك دي هي مش حاجات شبهي خالص، ما كنتش مبسوط حتى وانا بعملها. سالت نفسي سؤال، هل ده فعلا اللي انا عايز اعمله؟ الاجابه طبعا كانت لا. فوقفت خالص بقى يعني. قعدت 4 شهور مش بعمل اي حاجه. اصعب شهور ممكن تمر بيه غير انك تفشل يعني، انك تفضل ماشي في طريق كذا شهر او مده معينه، بعدين تكتشف ان مش ده الطريق الصح اصلا، ومش ده الطريق اللي انت عايزه، وتضطر ان انت تبدا من الاول. والوقت كمان بيجري منك. الترم الاولاني خلص وانا في نقطه غريبه، كاره الكليه، مفيش محتوى، مفيش رياضه، مفيش فلوس، مفيش حاجه ماشيه صح، فاهم؟ تحت عينيا اسود واقولك اللي تنوم، تبص عليا سارح نفسي اعدي اليوم، افكار في دماغي تايهة ومش لاقية النور، تسألني ايه مضايق بس مش عايز اقول، بس مش عايز اقول، بس مش عايز. مفيش طريق صح. بيقولوا من عرف نفسه فقد عرف ربه. دايما الرحلة الداخلية دي هي بتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيكتشف دي لحظة ما يبتدي يقفل عليه الباب وفي الصمت المطلق يبتدي يرتحل إلى الداخل. اللحظة العظيمة دي لحظة التعرف الإنسان على نفسه ثم تعرفه على ربه. في نهاية الطريق او اللي انت فاكره نهاية الطريق، عايز اقول لك انك مش متأخر. التوهان اللي انت فيه دلوقتي ده مش دليل الفشل خالص، ده دليل انك بتدور، لان مفيش حد بيتوه وقاعد مكانه. انت تهت عشان قررت تمشي، قررت تجرب، قررت تفشل وتقوم تاني، وقررت ان انت ما تبقاش نسخة من كل الناس اللي ماشية شبه بعض دي. انت عارف بجد ايه اللي بيطمن؟ ان كل الشخصيات اللي انت مبهور بيها وانا مبهور بيها دي بجد كانت في يوم من الايام بتمر باللي احنا بنمر بيه ده. هل انا فعلا هعرف ابقى حاجه؟ طب هل انا فعلا عندي الموهبه؟ لان مفيش حد بجد 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 شايف اللي جواك غيرك انت. انا بعمل ايه في حياتي؟ الفرق الوحيد بينك وبينهم ان هم كانوا خايفين بس هم كملوا. سن ال20 مش لازم يكون فيه الخلاصه خالص،
ده سن التجارب، بتجرب حاجات، بتفشل، بتغير مجال انت فيه، ومسموح لك تقول مش عارف. المهم ان انت ما تقفش. عايزك مرة تنزل في الشارع وتبص حواليك، الزحمة اللي انت شايفها دي كلها هي ناس تايهة زيك، ناس نصها تايه ومعترف ان هو تايه، والنص التاني بيكابر ومفكر ان هو عارف هو بيعمل ايه، بس هو في الحقيقة مش عارف هو بيعمل ايه. انت مش لوحدك في المركب ده، بس احنا جيل كامل بيحاول يبني اي حاجة من الركام اللي موجود دلوقتي. عافر عافر بجد. يعني خلاصة الموضوع سهلة جدا، عافر واسند نفسك بنفسك، لان بجد مفيش حد مصدق فيك قد نفسك انت. واعرف ان كل خطوة غلط عملتها عرفتك ان في طريق صح ما كنتش هتعرفه لولاها. بكرة الدنيا هتروق شوية والصورة ممكن توضح، وهتفتكر الايام دي وتضحك وتقول انا تهت عشان كنت بحاول ان انا الاقي نفسي. يعني بجد انا مشاكلي ساعتها كانت تافهة قوي بالنسبة لمشاكلي دلوقتي، وهتفضل تعمل كده. يعني معلش ما تقاطعنيش، انا بصور فيديو، ما تقاطعنيش. ممكن تقاطعني بعد الفيديو، عندك كومنتات انزل قاطعني فيه، عندك انستا ممكن تقاطعني فيه، انما الفيديو ما تقاطعنيش في الفيديو. انا اتجننت. بس حاجه وحشه قوي بقى انك تفضل تايه، تفضل تضيع يومك كله في سكرولينج وقاعده على القهوه بحجه انك مش عارف تعمل ايه. خليني بس اقول لك حاجه، مفيش حد متاكد 100% من الحاجه اللي هو بيعملها، حتى انجح الناس. السوشيال ميديا خلت المقاييس صعبه قوي وبوظت بوصلتنا كلنا. علشان تبتدي تعمل حاجه فعلا محتاج انك تصلح البوصله بتاعتك عشان تعرف حتى توجهك للطريق الصح. ابقى كداب لو قلت لك ان في طريقه مضمونه للنجاح، لان حتى النجاح احنا مقاييسنا مختلفه فيه كلنا كبشر. بس في حاجات لازم تعملها عشان تعرف توصل لهدفك ايا كان. ما تخليش اي حد في الدنيا يقولك انك مش هتعرف تعمل الحاجه دي. انت دماغك غيره، افكارك غيره، موهبتك، حتى موهبتك غيره. ما تخليش حد يقولك انت تقدر تعمل ايه وما تقدرش تعمل ايه. طالما انت حطيت الموضوع هنا في دماغك. انا بخاف اقول زي ناس كتير قوي ان انا هعمل حاجه وفي الاخر ما اعرفش اعملها عشان شكلي ما يبقاش عبيط. بس انا نزلت الفيديو ده وحقيقه انا ما بقتش خايف، لاني بجد لو ما حققتش اللي انا بتمناه هبقى على الاقل مت وانا بحاول. يعني انا فضلت سنه ونص حرفيا تايه بين الكليه، الدراسه، المحتوى، السفر، وفي الاخر يعتبر كنت شايف ان كل ده صفر، ما عملتش اي حاجه. بحاول وبجرب وبفشل وبتعلم حاجات بره وقدام الكاميرا. صحيح انا ساعتها ما كنتش واخد بالي ان الحاجات دي بجد ضافت لي كتير قوي، عشان انا كنت مركز مع النتائج بس، وده اللي هم بيعملوه عشان يحسسوك دايما انك فاشل. لان في عصر السرعه كله بيبص انت معاك كام في البنك، معاك كام فولور، فيديوهاتك جايبه كام فيوز، انت مشهور ولا لا. وبننسى ان احنا بشر عادي، بنتوه، بنشك، وساعات بيبقى عندنا ايمان اننا لازم نتعلم من الوحش قبل الحلو. لو سيطرت على نفسك هتعرف تسيطر على العالم بتاعك. مش العالم بقى اللي هو الدنيا دي كلها، انا قصدي حياتك. ما تسيبهاش تفلت من تحت ايدك. انا لسه بجرب وهجرب وهفشل 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 وهنجح، وفي حاجات هنجح جامد قوي. بس المفروض ما تخليش النجاح يعميك عن ان انت تتقدم لبعد كده، ولا الفشل ان هو يجمدك. اكيد الكلام مش سهل، وليا واحد صاحبي دايما بيقول ان الكلام ببلاش. بس الفيديو ده هحطه ليا محطة، كل مرة احس ان الدنيا عطلانة بيا هرجع له عشان اعرف قد ايه ساعتها مشاكلي كانت تافهة جدا، وان انا دلوقتي في حتة احسن، وقد ايه تفكيري اتغير وكبرت وعقلت والحاجات ديت. الفيديو ده على قد ما نفسي بجد يجيب مشاهدات عشان اتشجع ان انا اكمل على اليوتيوب، على قد ما نفسي اني احطه برايفت بجد من كتر ما انا حاسس ان انا طلعت حاجات بيرسونال قوي. لو حابب تشاركنا قصة توهانك اكتبها لنا تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد على الكومنتات كلها، اللي هم غالبا 3 اصحابي يعني. بس انا شغل اليوتيوب بقى والحاجات دي بنتعلم نعمله. And the Grammy goes to the college dropout, Kanye West. When I had my accident, I found out at that moment, nothing in life is promised except death. If you had the opportunity to play this game of life, you need to appreciate every moment. A lot of people don't appreciate their moment until it's past. Right now is my time and my moment, thanks to the fans, thanks to the accident, thanks to God,
Thanks to Rockefeller, Jay-Z, Dame Dash, G, my mother, Rhyme Fest, everyone that's helped me. And I plan to celebrate. I plan to celebrate and scream and pop champagne every chance I get, because I'm at the Grammys, baby. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. وبكده يا جماعه الفيديو بتاعنا يكون خلص. شكرا ان انت كملت الفيديو للاخر. لو الفيديو عجبك حط لنا لايك، لو الفيديو ما عجبكش حط لنا لايك برضو. انا عامل مجهود في الفيديو، لازم تحط لايك. لو حابب تشوفني تاني اعمل سبسكرايب. وشكرا جدا. حابب اشكر عمر اللي كان معايا في الفيديو ده. اشكروني. شكرا يا عمر، حابين نشكرك جدا. لا شكرا على واجبك يا جماعه. يلا فاينل سين بقى. استنى مش بسوي. يلا